مسلسل لام شمسية مسلسل غريب وغامض، لكن هيشدك جدا من أول حلقة. بطولة أمينة خليل اللي هي نيلي ومرات أحمد السعدني. طول الحلقة الأولى هتحس إن نيلي أم الطفل، والغريبة إنها مش بتطلع أمه، دي بتطلع مرات أبوه. المسلسل بيلقي الضوء على قضية مهمة جدا وحرجة جدا في نفس الوقت، ويمكن من الجرأة إننا نتكلم عنها في مسلسل مصري. كل شخصيات المسلسل غامضة. عندك مثلا أحمد السعدني متجوز وعنده طفلين، بنعرف إن الطفل الصغير فيهم من مراته اللي هي أمينة خليل، والطفل الأولاني اللي هو الكبير من مراته الأولى اللي هي طليقته. الغريبة بقى إن أحمد السعدني بيحب على مراته، وبرغم إنه مش عايز يخلف تاني من مراته إلا إنه بيكتشف إن اللي بيحبها دي حامل. المسلسل أحداثه دسمة وكتير من أول حلقة. عندك مثلا محمد شاهين يبقى صاحب أحمد السعدني، صاحبه جدا، ومراته بتكون يسرى اللوزي. يسرى اللوزي نفسها غامضة غريبة، علاقتها بجوزها غريبة جدا، تحس إنها فيها حاجة بتنفر منه، في سر جواها محدش عارفه. طول الحلقة بيحاول يقرب منها وهي بتتجاهله وبتبعد عنه، وده برضه بيثير فضولك، عايز تعرف هو في إيه. الصدمة بقى اللي في المسلسل بجد هو محمد شاهين، اللي في آخر مشهد في المسلسل بنكتشف إن هو بيتحرش بابن صاحبه. لما بتدخل عليه أمينة خليل أو نيلي الأوضة وبيقول لها إنه كان بيساعده إنه يغير هدومه، وهي بتصرخ وبتقول أنت كنت بتتحرش بيه. الغريبة إنك من أول الحلقة بتحس إن الطفل ده علاقته بمحمد شاهين حلوة، مفيش أي حاجة مريبة تقول إن هو فعلا بيتحرش بيه أو إن الطفل بيخاف منه. أما بقى الطفل يوسف أكتر واحد صعبان عليا في المسلسل، وصعبان عليا بجد. الولد تمثيله حلو قوي، بيمثل من غير ما يتكلم. مسلسل لام شمسية هياخدك في رحلة درامية، وهيعرض قضية التعدي على الأطفال في سياق اجتماعي مؤثر. واضح إننا هنشوف قصة قوية، مش مجرد أحداث، واضح إنها أحداث عميقة. وطبعا الأداء التمثيلي لأمينة خليل، أحمد السعداني، محمد شاهين، ويسرى اللوزي، حتى الطفل الصغير، أداء مبهر. مش عايزة أقول لكم بقى إن أنا لما شفت آخر مشهد في الحلقة فعلا انهارت ونفسيتي تعبت، ومش عارفة هكمل المسلسل إزاي. والغريبة بقى إن كلمات أغنية لام شمسية هتفضل معلقة في ذهنك. لام شمسية ولام قمرية، واحدة نقولها وواحدة خفية. القمرية زي ما هي، زي الباب والعين والقلب، والشمسية متخبية زي السر وزي الذنب. والقمرية لام منطوقة موجودة في كل الأحوال، والشمسية لام مسروقة، مش كل المكتوب يتقال.